البت بتاعتي عايزة طقم تمام، وفي موقف دلوقتي ومحتاج 500 يورو. بتقول البت بتاعتك ايه؟ محتاج 500 يورو ضروري منك. لو ليك انت تحت امرك. انا بقول لك ليا محتاجهم. البت بتاعتك يا عم مش البيت، انا محتاج. بتاعتك ما بهزرش يا اسطى. عايزهم والله بعتهم لك. انا عامة في الدوم. خلصانه ابعت لي جبن وانا بعتهم لك. ولا تجيلي؟ عايزني اجي لك اللي انت عايزه. حبيبي يا اخويا، ده قد الدنيا. قول له طب ما ينفع ب 5000؟ ينفع مثلا يبقى 3000؟ لا والله كتب شهري اللي معايا اقدر اخدمك فيه ماشي. اكتر من كده اقول لك موجود وابقى كده كتاب. ايوه حبيبي يا اخويا، ده قد الدنيا. طب بقول لك ايه يا اسطى، ايه يا اسطى؟ ينفع يبقوا 5000؟ لا والله ليه بقى ما ينفعش؟ مش معايا. طب في حد يسلف واحد صاحبه 500 يورو؟ ما يمكن ياكلهم عليه. ايوه صح انضمن عشان كده هديك. طب افرض هو ما رجعهمش، هتجيبهم ازاي؟ عارف اهله هناك؟ لا اللي عند رجاله ما بيروحش يا معلم. بس هتسلف صاحبك عشان يروح يجيب جاكيت للبيت؟ لا يعني ماليش دعوه. هتساعده في البوظان؟ لا ماليش دعوه، هو ياخدهم وعايز منه فلوس ياخدهم بقى يجيبهم من البيت يرميهم يعمل له نفسه فيه. انا ماليش دعوه بره عني، هو ياخد وبعد كده يردهم. اخويا ده يا عم قد الدنيا. اخويا انتم دي يا عم. محظوظ انت على فكره.